إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على قانون اللجوء المصري الجديد الذي أقره البرلمان في 19 من نوفمبر الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إدارة إقليم جوبلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ردا على مذكرة اعتقال أصدرها القضاء الصومالي بحق رئيس الإقليم أحمد مدوبي. استمرار استهداف المدنيين من قبل الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان. ووزير الخارجية الفرنسي يقوم بجولة في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء يتفقد خلالها معسكرا للاجئين السودانيين في شرق تشاد. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في تصعيد جديد للأزمة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإقليم جوبلاند، أصدرت إدارة إقليم جوبلاند في كسمايو مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بالخيانة والتآمر مع حركة الشباب وإشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية. وبحسب ما ذكر موقع الصومال الجديد، فإن الخطوة تأتي ردا على إصدار الحكومة الصومالية مذكرة اعتقال بحق رئيس إدارة إقليم جوبلاند أحمد مدوبي، متهمة إياه بالخيانة والتآمر مع حكومات أجنبية وارتكاب أعمال ضد الوحدة القومية الصومالية. وكان القضاء الصومالي أصدر مذكرة اعتقال بحق مدوبي عقب إعلان فوزه بولاية ثالثة في انتخابات على الطريقة السابقة التي تعارضها الحكومة الصومالية بعد إقرار البرلمان الصومالي نظام الانتخابات المقبلة ليكون بالاقتراع المباشر. هذا وكانت الحكومة الصومالية نشرت مطلع الأسبوع الحالي نحو 1000 جندي من القوات الفيدرالية في منطقة رأس كامبوني في ولاية جوبلاند، في خطوة اعتبرها المراقبون تصعيدا كبيرا للخلاف بين ولاية جوبلاند والحكومة المركزية. في هجمات جديدة للدعم السريع على قرى شرق الجزيرة وسط السودان، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وفق ما ذكر أطباء وناشطون في الولاية. وقالت شبكة أطباء السودان في بيان إن 12 شخصا قتلوا وجرح آخرون جراء هجوم قوات الدعم السريع على قريتي سعادة الكواهل وارتميلي، مما أدى إلى نزوح أهالي القريتين. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع قامت بتدمير المركز الصحي الوحيد في المنطقة ونهبت ممتلكاته. وتزايدت هجمات قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة منذ أكتوبر الماضي في أعقاب انشقاق القيادي من أبناء الولاية بالدعم السريع أبو عاقلة كيكل وإعلانه الانضمام إلى الجيش السوداني. يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأول زيارة له إلى إفريقيا جنوب الصحراء منذ تعيينه في هذا المنصب، وتشمل الزيارة تشاد وأثيوبيا ومصر والسنغال. وبدأ وزير الخارجية جولته بدولة تشاد يتفقد خلالها معسكرا للاجئين السودانيين في مدينة أدري شرق تشاد، في زيارة تهدف إلى ضمان متابعة الالتزامات التي تعهد بها المشاركون بقيمة $2 في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في أبريل الماضي متابعة صحية وفق ما ذكرت إذاعة مونتي كارلو.
وفي أديس أبابا سيناقش الوزير الفرنسي مع السلطات الأثيوبية التعاون بين البلدين، كما سيلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي لمناقشة تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف وحل الأزمات، بالإضافة إلى قضايا المناخ والصحة وفق مصدر الخبر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على قانون اللجوء المصري الجديد الذي أقره البرلمان في 19 من نوفمبر الجاري. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. تابعتم كما تابعنا في الأسبوع الماضي الأخبار التي طالعتنا بها وسائل الإعلام المصرية والعربية حول القانون المصري الجديد للجوء، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر كتشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين داخل إطار الحكومة المصرية. وأصبح موضوع النظر في وضعية طالب اللجوء بموجب هذا القانون من اختصاص الحكومة المصرية، وليس من اختصاص مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كما كان في السابق. ومعنى ذلك أن الحكومة المصرية هي من تقرر من يستحق اللجوء وتنطبق عليه صفة لاجئ وفقا لتقديراتها، بخلاف ما عليه الوضع في الوقت الحالي، حيث تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر على تسجيل وتوثيق وتحديد أوضاع طالبي اللجوء في مصر بموجب تفويض من الحكومة المصرية منذ منتصف القرن الماضي. لكن بعد هذه المصادقة على إقرار القانون الجديد، ستتولى اللجنة الحكومية التي سيتم تشكيلها عملية تسجيل اللاجئين ومنحهم صفة اللجوء وفق ما ذكر تقرير للBBC. واليوم نحن مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نسلط الضوء على هذا التشريع الجديد لارتباطنا كإريتريين باللجوء لأكثر من نصف قرن من الزمان، بحكم تناوب الأنظمة القمعية علينا استعمارية كانت أو وطنية. ولا شك أن مصر كانت ولا تزال هي إحدى الوجهات التي يختارها اللاجئون الإريتريون، موسرين كانوا أو معسرين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة للإريتريين، لا سيما بعد أن تعذرت عودتهم إلى وطنهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف أعباء المعيشة التي فرضتها الظروف في بعض الدول، وأيضا خوفا على أبنائهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم حال عودتهم إلى إريتريا، بالإضافة إلى من ألجأتهم إليها مؤخرا الحرب في السودان. اختلفت أسباب وجهة الإريتريين إلى مصر سابقا، كما اختلفت وسائل سفرهم إليها، فمنهم من قصدها للاستشفاء والعلاج، ومنهم من قصدها للدراسة والتعليم، لأنها كانت وجهة طلاب العلم جاءوا إليها عبر وسائل مختلفة جوا وبرا، راكبين أو سيرا على الأقدام. وكان من أشهر أروقة الأزهر رواق الجبرت المعروف الذي كان مخصصا للوافدين إليه من منطقة القرن الإفريقي. كما شهدت مصر تأسيس جبهة التحرير الإريترية، وكانت القاهرة تضم واحدا من أميز مقرات الاتحاد العام لطلبة إريتريا وأقواها في فترة الكفاح المسلح، والذي كان له دور كبير في رفض أدبيات الثورة الإريترية ونشر الوعي بأهمية قضية شعبه العادلة. وشهدت مصر أيضا في السنوات الأخيرة تأسيس حركة شباب 24 مايو في القاهرة المعارضة للنظام في إريتريا. كل ذلك يجعلنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نحرص على معرفة هذا القانون، لمعرفة ما إذا كنا قادرين للتكيف معه في حال رغبتنا التوجه لمصر، ولأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في محاذيره التي تعرضنا للعقوبات التي ينص عليها هذا القانون أو التشريع في حالة عدم قبول طلب اللجوء أو الوقوع في أحد محاذيره، مع الأخذ في الاعتبار أن لمصر تاريخ مشهود في ترحيل عدد من اللاجئين أو طالب اللجوء الإريتريين قصرا إلى إريتريا في السنوات الأخيرة، بالرغم من مناشدات المنظمات الحقوقية
والتحذير من المصير الذي يلاقيه اللاجئون المرحلون في حال عودتهم إلى إريتريا، والممارسات السياسية التي اعتدنا عليها في المهاجر، لا سيما وأن هذه التشريعات وضعت قيودا صارما حول الأنشطة المعارضة للأنظمة والممارسات السياسية التي اعتدنا عليها في المهاجر، ومن أهمها حرية الرأي والتعبير والجهر بمعارضة النظام. فما هو قانون اللجوء الجديد في مصر؟ وما هي أهم حقوق اللاجئ والتزاماته وفقا لهذا القانون الجديد؟ هذا ما سنستعرضه مستمعي الكرام والمستمعات الكريمات بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. في 19 من نوفمبر الجاري وافق البرلمان المصري بصفة نهائية على مشروع قانون اللجوء الجديد، وهو قانون صاغته وقدمته الحكومة المصرية إلى البرلمان، وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الصفة الاعتبارية وتتبع لرئيس مجلس الوزراء وتعنى بشؤون اللاجئين من استقبال طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين. وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع، كما أنها تقدم الدعم والخدمات والرعاية وتتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويتضمن القانون الجديد 39 بندا يتعلق بعضها بحقوق اللاجئين وأخرى تتعلق بالتزاماتهم، وأيضا بنودا تتعلق بالعقوبات في حال المخالفات، وأبرزها وأهمها ما يلي: أولا، حقوق اللاجئ. يكفل القانون مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة لاجئ، أبرزها الحصول على وثيقة السفر وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وله الحق في التقاضي والعمل والتعليم والاعتراف بالشهادة الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب. ثانيا، التزامات وواجبات اللاجئ. ألزم القانون كل من يكتسب صفة لاجئ بعدة أمور، أهمها احترام الدستور والقوانين وقيم وتقاليد المجتمع المصري، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها. كما حظر القانون على من يكتسب صفة لاجئ ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب. وهنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات مكمن الخطورة التي يجب التنبه لها، لأن حظر ممارسة العمل السياسي عنوان فضفاض يشمل كل شيء بما في ذلك الجهر في التعبير عن معارضة الأنظمة القائمة وانتقادها بمختلف الوسائل، حيث يمكن أن يفسر كل ذلك بممارسة سياسة أو عمل عدائي لدولة اللاجئ أو أي دولة أخرى، وبالتالي يوجب العقوبة بموجب هذا القانون. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نسلط فيه اليوم الضوء على قانون اللجوء الجديد في مصر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول رفض أسباب طلب اللجوء، ينص القانون على أنه لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا كان ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام. وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد وإعلام طالب اللجوء بالقرار. كما نص القانون على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا ثبت اكتشاف هذا الوصف بناء على الغش أو الاحتيال
أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون. ثالثا، العقوبات في حال مخالفة اللاجئ للقانون. نص القانون على معاقبة اللاجئ بالسجن أو الغرامة أو بهما معا في حالة ارتكابه عدد من المخالفات، أبرزها هي مخالفة المادة 29 من القانون، والخاصة بحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه نحو $1000، ولا تزيد عن 100,000 جنيه نحو $2000. كذلك منح القانون مهلة مدتها 45 يوما لكل من دخل البلاد بطريق غير مشروع، وتتوافر فيه الشروط أن يتقدم طواعية للجنة في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله البلاد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه نحو $200، ولا تزيد عن 100,000 جنيه نحو $2000، أو بإحدى العقوبتين. وقد قوبل قانون اللجوء الجديد في مصر بموجة عارمة من الانتقادات من الحقوقيين وخبراء القانون بسبب الثغرات القانونية والنقص الذي عدوه قصورا في بنوده التي اشتمل عليها، ومن أبرزها أن القانون لم يوضح تعريف اللاجئ، وأيضا أنه منح الحكومة المصرية صلاحيات واسعة دون تقييد، وأنه أعطاها الحق في إبعاد طالب اللجوء دون ضمان حقوقه في الاستئناف، بالإضافة إلى حرمان اللاجئ من ممارسة العمل السياسي أو المشاركة في الأنشطة السياسية، وكذا العمل النقابي، وهي تعتبر من صميم الحقوق التي أقرها القانون الدولي للاجئين. ويرى البعض أن مصر لا تهدف من هذا التشريع الجديد تقنين أوضاع اللاجئين بقدر ما تهدف إلى الالتفاف للسيطرة على مفوضية شؤون اللاجئين بشكل كلي، ومن ثم حصول الحكومة المصرية على التمويل الذي تحصل عليه المفوضية، كما أنها تهدف برأي البعض إلى أن تكون الحكومة المصرية المصدر الوحيد للإحصاءات والبيانات المتعلقة باللاجئين، وهو أمر يتصم بالخطورة بالنسبة لبعض اللاجئين نظرا لحساسية هذه المعلومات، خصوصا فيما يتعلق بسلامتهم أو إبعادهم بصورة خفية إلى بلادهم أو أي بلد آخر، أو تسليمهم لحكومات بلادهم في حال كانوا مطلوبين سياسيين بناء على تفاهمات بين الحكومة المصرية أو بلدهم، بعيدا عن أنظار مفوضية شؤون اللاجئين المعنية الأولى بحماية اللاجئين وطالب اللجوء تحت المظلة الدولية. وأيضا من الثغرات الخطيرة التي لاحظها خبراء القانون عدم إشارة القانون إلى طبيعة التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين، وترك الباب مواربا ليتوافق التعاون المذكور مع مرئيات الحكومة المصرية وليس مع قوانين مفوضية شؤون اللاجئين. وبناء على ما تقدم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، فإن القانون وضع لتلبية حاجة الحكومة المصرية الأمنية في التعامل مع تدفقات اللاجئين المستمرة، وقصر الأمر بطريقة أو أخرى على اللجوء الإنساني، وذلك بتضييق مساحة الحرية ووضع العراقيل والقيود أمام طالب اللجوء السياسي الذين يتعذر عليهم التخلي عن مبادئهم ومواقفهم السياسية، وعزل أنفسهم بعيدا عن ممارسة النشاط السياسي والجهر بمعارضة أنظمة بلادهم بطريقة أو أخرى، لتعارض ذلك مع التشريع الجديد الذي يعرضهم لعقوبة السجن أو الغرامة، وهو ما يجعل حرية اللاجئ وسلامته محل تساؤل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إدارة إقليم جبلان تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ردا على مذكرة اعتقال أصدرها القضاء الصومالي بحق رئيس الإقليم أحمد مدوبي. استمرار استهداف المدنيين من قبل الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان. ووزير الخارجية الفرنسي يقوم بجولة في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يتفقد خلالها معسكرا للاجئين السودانيين في شرق تشاد. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.